لا، بتعيش مع القرآن معايشة إيمانية، بيئات إيمان، تقرأ القرآن على بعضه كل الثمرات، تعمل أعمال صالحة، تفاجأ إنك بتقول كلام فيه نور. أنت جبت الكلام ده منين؟ إنك أنت بتتدبر قرآن، بتصلي قيام ليل، بتعمل أعمال صالحة، بتحاول ترضي ربنا، تفاجأ إنك بتقول كلام فيه نور. جبت الكلام ده منين؟ من القصة اللي فاتت دي. يخرج من بطونها شراب إيه؟ الله. يعني هيبقى فيه خلاف تاني؟ ده ربنا بيقول وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي إيه؟ اختلفوا. خد بالك سورة النحل من المواضيع اللي كلمت فيها الاختلاف. لذلك حتى موضوع السبت بتاع اليهود لما جه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه في آخر سورة النحل. يعني من القضايا اللي بتركز على سورة النحل قضية الخلاف. يعني القرآن هيخلي فيه خلاف ولا مش هيخلي فيه خلاف؟ في خلاف تنوع مقبول وفي خلاف تضاد مرفوض. الخلاف بين الإسلام والعلمانية خلاف مرفوض. الخلاف بين الحنابلة والشافعية خلاف مقبول. ليه؟ لأن الخلاف بين الإسلام والعلمانية مش أصول واحدة. الأصول اللي خرج منها مش واحدة. الأصول اللي خرجت الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف أصول واحدة، القرآن والسنة. لذلك قال شراب مختلف ايه الوانه. العسل اللي بيطلع حقيقة الوانه مختلفة على حسب ايه؟ على حسب الغذاء بتاع النحل. يبقى على حسب ما الانسان انطلق اكتر في القرآن والسنة على حسب لون العسل بتاعه. في واحد ربنا فتح عليه في القرآن والسنة قوي تلاقيه بينتج عسل صافي خالص. في واحد خد ما قدرش يكمل قوي تلاقيه بينتج عسل. لكن كل الوان العسل فيها ايه؟ شراب مختلف الوانه فيه ايه؟ شفاء للناس. العالم ينتظر تفاعل النحل مع الثمرات لتخرج العسل الذي فيه شفاء للناس. العالم ينتظر تفاعل الدعاء مع القرآن لإخراج النور الذي فيه شفاء للناس. العالم ينتظر تفاعل النحل مع الثمرات لإخراج العسل الذي فيه شفاء للناس. العالم ينتظر تفاعل الدعاء مع الوحي لإخراج النور الذي فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. فيه درجات الشفاء مختلفة على حسب الألوان. لكن الكلمة للأسف أنا بسمع بعض الليبراليين، خاصة الليبراليين الحقيقيين اللي هم بعيد كل البعد عن الإسلام أصلا، يقول لك إيه؟ يقول لك الليبرالية هي ملخص كلمة الإمام الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الايه؟ الصواب. يقول لك هي دي الليبرالية. الليبرالية ان مفيش حاجة اسمها حق مطلق. الليبرالية مفيش حاجة اسمها ايه؟ حق مطلق. يعني مفيش حاجة اسمها انت صح على طول، لا، دايما نقول انا مؤمن بس جايز دين الاسلام يطلع غلط، وغيري كافر بس جايز يطلع هو الحق. يقول لك تعامل مع الحياة كده. دي الليبرالية، دي اصل من اصول فهم الليبرالية. ويستشهد بكلمة مين؟ الشافعي. الشافعي لما بيقول كده الانسان متفق معاه في الاصول. لإنسان أكل معاه من كل الثمرات وسلك سبل ربه ذللا فطلع شراب إيه؟ مختلف ألوانه. لأن ممكن يطلع فاهم للشافعية غير فاهم الحنابلة غير فاهم الأحناف. ما كانش بيقول كده للي بره الإسلام أصلا، بدليل إن الشافعي يتكلم في أبواب الجهاد والقتال والجزية والكفار والمرتدين في كتاب الأم بتاع الشافعي. يعني سبت كتاب الأم بتاع الشافعي كله وعجبتك الكلمة ده إيه؟ يعني سايب تأصيلات الإمام الشافعي وفقهه وجاي عند الكلمة ده. فده طبعا كلمة حق أريد بها باطل. فاحنا بنقول الاختلاف الطبيعي. ربنا بيقول لك البشر هيظلوا مختلفين ده إلى يوم القيامة في أفهامهم وفكرهم، وده إثراء. إن سبحان الله أحيانا في دولة فقه الإمام أبو حنيفة ينفع، في دولة تانية فقه الإمام الشافعي ينفع، طالما أصولهم واحدة مستمدة من القرآن والسنة، أصول ثابتة. مش بيطلع لك سكرا وايه ورزقا، مش بيطلع سكر ورزق، لا، دول بيطلعوا رزق حسن، لكن مختلف ايه الوانه. والكل الالوان فيها شفاء للناس، والشفاء مختلف على حسب درجة نقاء الايه العسل.